فهذا الحلقة غادي نديرو تحليل لواحد المصدر اللي هو صراحة ماشي عادي. لا ماشي عادي بالمرة. هو عبارة على تعليق على ماتش ديال كرة القدم، ولكن ماشي أي ماتش، الماتش اللي خسرات فيه مصر ضد الأردن. بواحد النتيجة اللي حتى واحد ما كان كيتسناها. تماماً. وهذا المصدر كيعطينا وجهة نظر نارية، يعني كتحس بها خارجة من قلب مشجع مقلق بصح. المهمة ديالنا اليوم هي نفهم كيفاش هذا التعليق حول ماتش كورة لقصة أكبر بكثير. فعلا هذا المصدر كيورينا القوة ديال الكلمة في الرياضة. المعلق هنا فهمتي مش غير كيحلل أهداف اللاعب، لا هو كيستعمل الماتش كمسرح باش يوصل رسائل قوية، رسائل على التسيير، على الروح وعلى المسؤولية. غادي نشوفوا كيفاش بنى واحد القصة متكاملة فيها بطل وفيها أشرار، وكيفاش استعمل لغة عامية باش يخلي التأثير ديال كلامه مضاعف. أوكي، إذن خلينا نبدأ بالبداية. البداية كانت صادمة. المعلق ما كيضيعش الوقت، أول كلمة كيستعملها هي فضيحة. مباشرة. كاعتبر أن خسارة مصر قدام الأردن اللي لعبات على حسابه بالصف الثالث هي فضيحة، ولكن اللي مثير الاهتمام هو أنه مباشرة من بعد هذا الهجوم كيدوز لواحد المدح استثنائي. علاش برأيك خدا هذه المنهجية؟ شوفي هذه نقطة ذكية بزاف منه، وهي المفتاح ديال التحليل ديالو كامل. إيه. هو كيستعمل واحد التقنية معروفة في القصص باش تبين حجم الفشل ديال شي واحد. خاصك أولاً تبين شحال كبير النجاح ديال اللي ربحوا. فهمتك. ما كيكتفيش يقول أن مصر لعبات خايب وصافي، ولكن كيقول أن الأردن ربحات لأن عندها قائد استثنائي، وهذا القائد هو المدرب المغربي جمال سلامي، هو البطل ديال القصة ديالو. بصح كيوصفوا بأوصاف كبيرة بزاف، العبقري، التحفة النادرة. بهالطريقة الخسارة ديال مصر ما كتوليش غير نتيجة سيئة، لا كتولي فشل قدام العبقرية. وكيركز على هذه الفكرة بزاف لدرجة أنه كيوجه نداء مباشر للأردنيين، كيقول لهم حافظوا على هذه التحفة النادرة. إيه، وكيزيد عليها كيقول أنه يمكن هو أفضل مدرب جالي الأردن، ماشي غير في آخر 20 عام، ولكن يمكن في تاريخها كامل. هادشي كيبين أن القضية عنده ماشي غير تكتيك، ياك؟ أكيد. هو كيشوف في السلام تجسيداً لكل شيء كان ناقصاً في الجهة الأخرى. داكشي اللي كاين. السلامي على حسب المصدر اخدا فريق ماشي هو الأساسي، فريق ديال الصف الثالث كيف سماه، وقدر يخلق منه مجموعة قوية قادرة تهزم منتخب كبير بتاريخه بحال مصر. إذن فاش كيقول عبقري هو ما كيقصدش غير خطة اللعب، لا، كيقصد شي حاجة أكبر. كيقصد القدرة على القيادة، على تحفيز اللاعبين، وعلى خلق نظام منواله تقريباً. هذه المقارنة بين عبقرية السلام وفضيحة الأداء المصري هي اللي عطت للتعليق ديالو ديك القوة الدرامية. إذن من بعد ما رسم لنا صورة هذا البطل، كينتقل باش يشرح الأسباب ديال الفضيحة، وهنا فين كيبدا الجزء خليني نقول اللاذع والساخر. تماماً. كيتحول من معلق رياضي لواحد الناقد اللي هو شرس. وأول حاجة كيبدا بها هي الهجوم. كيستعمل واحد الصورة قوية ومعبرة بزاف، كيقول أن اللاعبين المصريين كيشوطوا في قفا الجماهير اللي قاعدة في المدرجات. هذه أعمق من مجرد ملاحظة تقنية، مشي؟ لا، أعمق بكثير. هاد الجملة فيها واحد الحمولة رمزية كبيرة. أولاً فيها استهزاء بالقدرات ديال اللاعبين، كأنهم ما عندهمش أبسط الأساسيات. وثانياً وهذه هي المهمة، فيها إشارة لعدم الاحترام تجاه الجمهور، كيشوطوا في قفاه زعما كأنهم عاطينه بالضرر، ما كيهتموش بمشاعره. بصح صورة كتجمع بين الفشل التقني واللامبالاة. كتوريك أن المشكل ماشي غير في الرجلين، ولكن في العقلية. ومن الهجوم كيدوز للدفاع، وهنا كيستعمل واحد الكلمة دارجة، كلمة متشخرم. ممكن تشرح لنا شوية الثقل ديال هذه الكلمة؟ متشخرم هي كلمة قوية بزاف، ما كتعنيش غير منظم. لا، هي جاية من الشخرمة، يعني بحال شديتي ورقة وبقيتي كتخربق فيها بلا معنى. فاش كيوصف الدفاع بأنه متشخرم، كيقول أنه ماشي غير فيها أخطاء، ولكنه فقد الهيكلة ديالو كاملة، ولا فوضى عارمة. يعني فوضى بلا أي منطق تكتيكي. بالضبط. وباش يأكد هذه الفكرة دخل التفاصيل ديال كل هدف تسجل، بحال كيقدم الأدلة دليل بدليل. صحيح، وهادشي اللي كيرجع التحليل ديالو قوي. فاش كيهضر على الهدف الأول ديال أبو حشيشة ما كيقولش غير تسجل هدف،
كيشرح كيفاش الكرة دازت من بين رجلين المدافع المصري، وهذه بوحدها إهانة كروية. ومن بعد كيمشي لوصف دقيق للبلاصة فين دخلت الكرة، كيسميها الزخنيبة اليمين ديال الشبكة. وهاد كلمة الزخنيبة حتى هي عندها الدلالة ديالها. الزخنيبة هي ديك البلاصة الضيقة المخبية اللي صعيب توصل ليها. تماما. فاش كيقول الكرة مشات للزخنيبة هو كيعطي جوج رسائل. الأولى هي الدقة ديال اللاعب الأردني، والثانية هي العجز التام ديال الحارس والمدافعين. كيحول الهدف من لقطة عادية لعمل فني من جهة ودليل على الإهمال من جهة أخرى. والهدف الثاني ديال محمد أبو زايد كيزيد يعمق هذه الفكرة. المعلق هنا كيعترف بإعجابه بالهدف لدرجة قال فكرني بأيام شبابي. هذه لحظة مهمة بزاف في التعليق. غريبة شوية ياك؟ هنا المعلق كيتجاوز الدور ديالو، كيورينا أنه قبل كل شيء هو عاشق للكرة الجميلة. فشاف المهارة ديال أبو زايد اللي راوغ المدافع ما قدرش يخبي إعجابه. استعمل تعبير آخر فاش قال على المراوغة قطم الزبونة ديالنا. شنو كتعني هذه؟ زعما حطموه، شتتو تماما. ومن بعد وصف الهدف ببلياردو أردني، لأن الكرة ضربت في القائم ودخلت. كيعطي إحساس بالتحكم بالذكاء. كيقول لنا شوفوا الفن اللي عند الخصم وقارنوا بالعشوائية اللي عندنا. والهدف الثالث ديال علي علوان اللي جاء من ضربة جزاء كان بحال المسمار الأخير، ولكن الملاحظة ديال المعلق عليه كانت ذكية بزاف. ذكية جدا. لاحظ أن الأهداف الثلاثة تقريباً تسجلت من نفس البلاصة، من نفس ديك الزخنيبة. وهذه الملاحظة هي اللي وصلاته لطرح سؤال جوهري، هي اللي حولت التحليل ديالو من مجرد وصف للأحداث لواحد التشخيص عميق. السؤال اللي طرح كان كيفاش فريق كيتلقى 3 ديال الأهداف بنفس الطريقة تقريباً من نفس المنطقة وبلا ما تكون عنده أي ردة فعل؟ بالضبط. هنا فين خرج من الإطار التقني ودخل للإطار الذهني. طرح أسئلة مباشرة: فين هي الشخصية؟ فين هي الهوية؟ فين هي الغيرة على التيشيرت؟ بالنسبة ليه تكرار نفس الخطأ ماشي مشكل تكتيكي، لا، هو دليل على غياب الروح، على الاستسلام. كيقول يدخل الثاني وانت زي ما انت تستقبل الثالث ونفس الحكاية. هذه هي النقطة المركزية في النقد ديالو. الفريق كان حاضر بجسده ولكن غائب بروحه. وهذا الغياب ديال الروح كينتقل مباشرة للجمهور. المعلق كيهضر على المعاناة ديال المشجعين بواحد الطريقة اللي فيها سخرية ولكن كتوصل للألم. كيقسمهم لجوج أنواع. النوع الأول هو اللي حاضر في التيران. نعم، وكيعطيه واحد الوصف سريالي. كيقول أن المشجع في المدرجات حواجبه كتفرقع من كثرة الأعصاب، وفي نفس الوقت وبشكل رمزي اللاعبين كيشوطوا في قفاه. صورة قوية بزاف كتجمع بين الألم النفسي الداخلي والإهانة الخارجية، كأن المشجع كيتعاقب من جوج جهات. والنوع الثاني هو المشجع اللي كيتفرج من الدار. هذا على حساب المعلق هو حواجبه مفرقعين غير من الأعصاب. ولكن كيأكد أن المعاناة الحقيقية هي ديال اللي في التيران. لأنه كيشوف كل شيء قدام عينيه. هذا التعاطف مع الجمهور عنده هدف من وراه ياك؟ أكيد. هو كيستعمل معاناة الجمهور باش يبني القضية ديالو ضد المسؤولين. كيحول الخسارة من مجرد حدث رياضي لواحد القضية عندها ضحايا، والضحايا هم الجمهور. وهاد شي كيوصلنا لواحد المفارقة اللي هي أنه فرحان بالخسارة. تماماً. كيقول أنه حزين ولكن في نفس الوقت فرحان شوية. هذه هي النقطة اللي محيرة. كيفاش ممكن تكون فرحان بالخسارة ديال الفريق اللي كتشجعه؟ هو كيشرحها بواحد المنطق ديال الغاية تبرر الوسيلة. هو فرحان ماشي بالهزيمة ولكن بالآثار اللي ممكن تجي من مراها. كيعتبر أن هاد الفضيحة كانت ضرورية، بحال شي صدمة كهربائية باش تفيق شي واحد. بالضبط. كيتمنى أن هذه النتيجة القاسية تكون هي اللي غادي تفيق المسؤولين على الرياضة في مصر وتخليهم يشوفوا الحقيقة ديال المشاكل. كيتسائل بصوت عالي: بانت لوبيتا ولا لسه محتاج إمارات تانية عشان تشوف الحقيقة واضحة؟ إذن الهزيمة بالنسبة ليه هو مجرد عرض لواحد المرض اللي هو أعمق وأخطر في التسيير والمنظومة كاملة. داكشي اللي كاين. هو كيقدم ليهم جوج حلول ما فيهمش اختيار ثالث. يا إما يهضروا باش يفيقوا المسؤولين، يا إما يدفنوا راسهم في التراب. هذه دعوة صريحة للمحاسبة. هي أكثر من دعوة، هي إنذار. كيقول أن الوضع وصل لوحدة المرحلة للسكوت عليها كيعني الموت الرمزي. كيشوف أن النقد هو الوسيلة الوحيدة اللي بقت. الرسالة واضحة:
هذه الفضيحة يا إما تكون نقطة بداية لإصلاح حقيقي، يا إما تكون هي المسمار الأخير في النعش. إذن فاش كنجمعوا هاد الخوط كلها كيبان لنا أن هاد المصدر هو فعلا أكثر من مجرد تعليق، هو قراءة عاطفية درامية لمباراة كرة قدم وحولها لواحد الملحمة صغيرة. مصري. القصة ما كتوقفش عن حدود الخسارة والربح، ولكن كتغوص في الأسباب العميقة. غياب الروح، الأخطاء التكتيكية، الإحساس بالخيبة. داكشي اللي كاين. وإذا بغينا نربط هالشي بالصورة الكبيرة، هذا التعليق يورينا علشان الكورة عندها هذا السلطة الكبيرة على مشاعر الناس. لأنها كتولي مرآة. تماماً، مرآة كيشوفوا فيها الناس انعكاس لحواجج كبر منهم، الكفاءة في التسيير، المسؤولية، الاعتزاز الوطني. هزيمة في ماتش ممكن تحرك نقاش وطني على قطاع كامل. وهاد شي كيخلينا مع واحد الفكرة أخيرا نفكروا فيها. المصدر كيختم بواحد التساؤل كيوجهه للأردنيين على رأيهم في المدرب جمال السلامي. كأنه كيسلمهم المشعل. قصص واضحة وفيها أبطال وأشرار، واش ما كاينش خطر أننا نبسطوا الأمور أكثر من اللازم ونتجاهلوا التعقيدات ديال العمل الجماعي، وفوقاش كينتقل الفضل من العبقرية الفردية للمجهود الجماعي.